رمضان زمان والإفطار على مائدة الملك فاروق، ونبدأ الأمور بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يحكى أنه يا كرام كان في مصر زمان ملك كريم عظيم اسمه فاروق. جميل جميل. الملك فاروق ده كان طول شهر رمضان يعزم على المائدة الملكية طائفة من الطوائف الشعب. يعني ايه طائفة؟ يعني المدرسين، الأزهريين، العمال، النجارين، السواقين، ناس شغالة في حاجة وليها طائفة أو ليها مجموعة أو ليها نقابة، كان الملك بيعزمهم. طب هو يعزمهم ليه؟ أصل كانوا زمان في المجلات بيقول لك الملك فاروق العامل الأول، أي أبو العمال كلها، الملك فاروق المزارع الأول، أي أبو المزارعين كلهم، الملك فاروق أبو المدرسين كلهم. هو كل أي حاجة كان هو بيبقى الأول، يبقى لازم أبوهم، يبقى لازم يبقى مسؤول عنهم، يبقى لازم يراعيهم ويخلوا باله منهم. جميل جميل. طيب، الطائفة اللي كانت بتتعزم بتاكل ايه؟ الملك بياكل أكل هم أكل؟ لأ، هم كانوا بياكلوا من أكل الملك. وتخيل بقى لما سواق ياكل من أكل الملك يفضل طول عمره يحلف بيها. آه الكاتب الكبير السعدني شهد شهادة إن هو طفل كل على المائدة الملكية، وراح حكى بمامته إن هما كانوا بياكلوا على مائدة الملك، بس حتى مامته مصدقتوش، قالت له اجري يلا هنهضر السحور. جميل جميل قوي. طيب، ودي بس في القصور العامرة؟ لا، ده على جميع جميع اللي موجودين في القطر المصري. يعني ايه جميع اللي موجودين في القطر المصري؟ يعني أي محافظ، أي مندوب للملك في أي منطقة من مناطق مصر العامرة كان بتعمل فيها موائد للرحمن، وكان المطاعم المخصصة للفقراء بتوزع الأكل. الست تروح بالحلة وتاخد الأكل ليها وولادها. حلو حلو أوي. طيب، ده بالنسبة لداخل القطر المصري. السفارات والقنصليات كانوا بيعملوا موائد إطعام للفقراء، وجهنا في شهادة إن في السودان كانوا عاملين موائد برضه للرحمن، إلا على حساب الملك فاروق. يعني إيه إلا على حسابه؟ يعني من المخصصات الملكية الخاصة بيه، من جيبه الخاص، وإحناش ضمننا. هو كان بيسأل قدام البرلمان كل سنة إيه اللي عمله بالظبط. وفي حكاية يحت المحروسة هبقى أحكيها لكم بعدين. بس المهم كان بيتحاسب إن كل الناس دي فترة من حسابه الخاص، عشان حساب إطعام صائم يبقى في ميزان حسناته. قد إيه كان الملك فاروق ملك طيب، وقد إيه كان خير، وقد إيه كان بيحب شعبه. رحم الله الملك فاروق رحمة واسعة. سلام.